شبكة قطارات داخل مدينة الجبيل، بحيث أنها تربط المصانع الضخمة القائمة في منطقة الجبيل الصناعية وتربطها بالشبكة، بحيث أن تصبح مرتبطة بميناء الجبيل بميناء الدمام بالشبكة الوطنية. أيضا أحد أهم مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية هو الجسر البري، وهو يعني خط سككي يربط غرب المملكة بشرقها، بدءا من ينبع إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى ميناء جدة إلى الرياض، وفي الرياض يربط الشبكة القائمة اللي هو قطار الشرق اللي يربط الدمام بالأحساء بالرياض، وأيضا قطار الشمال، فترتبط بشبكة وطنية واحدة. هذا المشروع بتفرعاته سيكون له تأثير اقتصادي كبير. لماذا؟ لنرى سويا. يتكون قطار سار من خطين رئيسيين. الخط الأول ينطلق من الرياض مرورا بالقصيم وحايل وصولا إلى الجوف ثم القريات عند الحدود الأردنية في شمال المملكة. يتفرع من الخط الأول في الجانب الآخر هناك خط مهم جدا، لأنه يربط بين الجوف ومكامن الفوسفات وصولا إلى مدينة وعد الشمال الصناعية بالقرب من مدينة طريف. أما الخط الثاني الرئيسي من قطار سار يتفرع وأيضا له أهمية كبيرة لنقله الثروات المعدنية والبوكسايت تحديدا إلى مناطق المعالجة والتصدير في ميناء رأس الخير، وكذلك في الجبيل والدمام في شرق البلاد. 50 مليون طن من مختلف المنتجات تم نقلها عبر قطارات سار حتى بداية العام 2020 كممكن لشركاتنا الوطنية وعاملا لدفع التنمية الاقتصادية عبر حلول نقل متكاملة بالخطوط الحديدية شملت الركاب، البضائع، النقل الثقيل لمنتجات المعادن والبترول والبتروكيماويات. تكامل نوعي بين القدرات الوطنية لغاية تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. اتفاقية سار وصدارة لنقل المنتجات الصلبة والسائلة والحاويات بالخطوط الحديدية تعد الخطوة الأولى من نوعها في مدينة الجبيل الصناعية، ومن خلالها ستبدأ شركة صدارة باستخدام القطارات لنقل المنتجات كوسيلة نقل أساسية للشركة، بينما تقوم سار بخدمات النقل بالخطوط الحديدية عبر إنشاء وتمديد السكك الحديدية من مجمع صدارة إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وميناء الجبيل التجاري لنقل وشحن حوالي 125 ألف حاويات متنوعة من مختلف المنتجات.